السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء. هذا الفيديو جدا مهم لكثير من الناس. لله الحمد تمت الموافقة على تثبيت المحاضرين بالتغريدة اللي جاي تلاحظونها قدامكم، وأيضا بعد انعقاد مجلس الوزراء اللي انعقدت الجلسة هذا اليوم وتمت الموافقة على تثبيت المحاضرين وجميع العقود، يعني عقود الكهرباء وغيرها من هذه التفاصيل تم تثبيتهم ولله الحمد. وأمامكم التغريدة الخاصة بالدكتور إبراهيم نامس الجبوري. طبعا مثل ما تلاحظون قدامكم تمت الموافقة، وقال لكم ننزف لكم هذه البشرة، وبعد كلمة محاضرين ما راح تسمعوها أبدا ونهائيا لأن تم تثبيتهم على الملاك الدائم. أما يا متابعينا وطلابنا الأعزاء لما يسأل عن جدول الامتحانات الخاصة لطلبة الخارجي، أعلنت وزارة التربية يوم أمس بشأن جدول الامتحانات وتم إعلانه، وهنا فقط للمهنية والزراعية، يعني مو لجميع الطلاب، فقط المهني والزراعي. مثل ما تلاحظون الجدول قدامكم. ايش وقت ينعلن عن بقية الطلاب بما فيهم السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس الإعدادي؟ بإذن الله خلال هذه الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الجدول الخاص بالامتحانات لطلبة الخارجي، واللي راح تكون امتحاناتهم يوم 5/2/2023 بإذن الله. كل اللي عليكم الانتظار والاشتراك في قناتي على التليجرام. رابط قناتي التليجرام موجود في خانة التعليقات أو التعليق المثبت، أو للسؤال أو الاستفسار أمامكم رقمي تقدر تسأل أو تستفسر، وبإذن الله راح نجيبكم بأدنى شيء. تحياتي للجميع. إذا عندك سؤال أو استفسار اترك لي في صندوق التعليقات وراح أرد عليك إن شاء الله. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.